بتفكري في وسيله لمنع الحمل تكون كويسه ومحتاره تختاري ما بين الوسائل؟ تعالي دلوقتي نتكلم ونشوف ايه ميزات وعيوب الوسائل والخيارات اللي قدامنا. اول حاجه الوسائل الهرمونيه زي حبوب منع الحمل وزي الحقن. الحبوب فعاله جدا وبتنظم الدوره، بس لازم تلتزمي بيها كويس جدا ولازم تاخد في ميعاد ثابت، وممكن تاثر على المزاج او الوزن شويه. الحقنه اللي بتتاخد كل 3 شهور مريحه، بس ممكن تسبب زياده في الوزن وتاخر في الخصوبه او حدوث الحمل بعد ما توقفيه. تاني حاجه الوسائل اللي ما فيهاش هرمونات زي اللولب النحاسي والطريقه الطبيعيه. اللولب النحاسي طبعا هو ميزته ان هو بيقعد سنين ومفيش تعب منه غالبا ولا في لخبطه في الهرمونات، بس ممكن يزود الم الدوره شويه او يزود ايام الدوره شويه، وهو يعتبر افضل وسيله لمنع الحمل. الوسائل الطبيعيه الثانيه هي فرص نجاحها اقل فعاليه ولازم محتاجه متابعه دقيقه ومتابعه للتبويض، ان ما بيحصلش علاقه زوجيه في فتره التبويض. لازم يبقى في مشاركه ما بين الزوجين في موضوع وسيله منع الحمل، وخصوصا زي الوسائل الدايمه زي الربط الانبوبي، ان احنا بنربط قناه فالوب، ودي عباره عن جراحه ممكن نعملها بالمنظار وبتمنع الحمل نهائيا. من الاخطاء المشهوره جدا ان زوجه ولدت مره تركب لولب هرموني، ان هو بيقلل حدوث الحمل من 6 شهور لسنه بعد ما تشيله. في نهايه الفيديو بتاعنا لازم نقول لكم ان في تشاور ما بين الاثنين الزوجين، واستشيري طبيبك اولا يعرفك ايه ميزات وعيوب كل وسيله وايه فرص الحمل بعد ما وقف الوسيله. نتمنى لكم حمل سعيد واسر سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور محمود اسماعيل، دكتوراه واستشاري امراض النساء والتوليد، دبلوم طب الجنين، دبلوم الحقن المجهري وجراحه المناظير، جامعه برمنجهام انجلترا.